السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الهبديه. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الصفقات اللي تمت بشكل رسمي، الصفقات اللي لسه هتتم او من المفترض ان هي هتتم، في كلام عليها وان هي المفروض هتخلص في اليومين الجايين. وهنتكلم عن الفرق اللي هي يعني مكبره دماغها خالص من موسم الانتقالات الشتويه وشايفين ان هم كده تمام ومش محتاجين اي صفقات، بالرغم ان هم محتاجين تدعيمات قويه جدا، واكتر دليل هم اللي محتاجين تدعيمات في الفتره ديت هو ارسنال وريال مدريد. يلا بينا نشوف الصفقات اللي تمت. بصوا، انا في حاجه مجننه امي من امبارح او من اول امبارح، من ساعه ما سمعت ان الصفقه دي ممكن تتم، صفقه ووكهارست لمانشستر يونايتد. انا ما عنديش اي مشكله مع الصفقه، بس انا عندي مشكله مع يعني الطريقه اللي هيتجاب فيها الصفقه. انتوا متخيلين ان في 3 رؤساء او 3 ادارات انديه هم مجتمعين عشان يخلصوا الصفقه دي او يحطوا العقود المناسبه للصفقه دي؟ يعني انتوا بتتكلموا عن يعني ووكهارست بيلعب في بوشكتاش التركي، هو اساسا على عهده نادي بيرنل، هو اللي عامل اعاره لبوشكتاش لمده سنه، وبوشكتاش من حقه ان هو يعيره لمانشستر يونايتد لمده 6 شهور، بس مش من حقه ان هو يبيعه. هم عشان اداره مانشستر يونايتد تفكر ان هي تبيعه، فهم محتاجين يرجعوا لاداره بيرنل، وفي نفس الوقت محتاجين يرجعوا لبوشكتاش عشان يوافق على الصفقه، لان هو معاه عقد بيرنلي لمده اعاره لمده سنه. فاللي هو ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه، هو منين يودي فين؟ يا جدع يا جدع، حرام الضرب ده. ووكهارست انا ما عنديش اي خلاف عليه، الراجل كان متالق في كاس العالم، شفناه في ماتش هولندا والارجنتين وكان مقدم مستوى رائع، وهو اللي نزل سجل هدفين لمنتخب هولندا وتعادلوا وراحوا ضربات الجزاء. لما راح بيرنلي هو بص الكواليتي بتاعه هو ماشي مع بيرنلي، هو كان مكسر الدنيا في المانيا قبل ما يروح بيرنلي، كان مكسر الدنيا في المانيا، لكن مع بيرنلي هو اول ما راح بيرنلي هو تقريبا 6 شهور، وبعد كده النادي نزل درجه ثانيه، هو خد بعضه ومشى على بوشكتاش. بوشكتاش الفريق التركي هو مقدم موسم كويس الى حد ما، حقق ارقام كويسه، لكن هل ووكهارست هو اللي هيمشي او التركيبه بتاعته هتمشي مع مانشستر يونايتد؟ هنشوف. انا شايف ان هو يعني مهاجم كويس، هيستفيد منه مانشستر يونايتد بسبب طوله طبعا، العرضيات والضربات الرأسيه، او بيلعب برجله بشكل كويس، برضه عنده مميزات غير الهيدر، ان هو هيدر كويس، لكن هو عنده مميزات تانية كتير. فانا شايف ان هو صفقه كويسه، بس انا مش عارف بقى هم هيسوقوا العقد ازاي، او بوشكتاش هيوافق ولا بيرني هيوافق، هنشوف الدنيا هتمشي بينهم ازاي، لان الصفقه دي زي ما قلت لكم هي فيها لخبطه، محدش عارف ووكهارست هيجي منين، هيروح لمانشستر يونايتد هيكتب بيرني ولا بوشكتاش، محدش عارف، بس هو بشكل كبير هيبقى بيرني بعد ان هم يعني يرادوا بوشكتاش باي حاجه، واتكل انت على الله وسيبوا لنا اللاعب واحنا هنتكلم مع مانشستر يونايتد. بس دي اول صفقه. تاني صفقه حصلت هي صفقه جواو فيليكس بالنسبه لتشيلسي. انا شايف ان هي صفقه كويسه جدا بالنسبه لتشيلسي، لان هو في خط هجومه هو ما عندهوش بدائل هجوميه كتير، خصوصا بعد الاصابات اللي ضربت الفريق الفتره الاخيره، فهو حلوله الهجوميه مش كتير. كنت دايما يعني الفتره الاخيره او من اول الانتقالات الصيفيه، تشيلسي عايز مهاجم، ماشي حاضر انا هروح اجيب مدافع. تشيلسي عايز نص ملعب، حاضر ماشي انا هروح اجيب مدافع. في ايه يا جدعان؟ انا بقول لكم هو محتاج مهاجم، محتاجين مهاجمين لتشيلسي. انت تخيل ان تشيلسي اساسا بيلعب بدون مهاجم صريح، هو بيلعبوا كاي هافرتز مهاجم وهو اساسا مش مهاجم، كاي هافرتز ما بيلعبش مهاجم، كاي هافرتز مهمته هو صناعه اللعب، وكان بيلعب في مركز صناعه الالعاب في المانيا، جه لتشيلسي وبقى بيلعب مهاجم، ولما الدنيا بتضيق بينزل باروخا اللي هو المهاجم اللي هو الشاب دوت اللي احنا مش شفناهوش اساسا اي حاجه، ما شفناهوش اي حاجه خالص. فتشيلسي عايز مهاجم، هو مش عايز اي حاجه ثانيه غير ان هو مهاجم. اكيد مش هتلاعب جواو فيليكس مهاجم، ماشي هيمشي، لكن جواو فيليكس هيلعب جناح ماشي، بس تشيلسي محتاج مهاجم صريح جنب جواو فيليكس. لو انت هتلعب بجواو فيليكس هيبقى جنبه مثلا هيبقى كاي هافرتز، وهيبقى معاه رحيم ستيرلينج، وحتى كده هتلاقي البدلاء موسم موينت وحكيم زياش، مفيش في اضيق الحدود. انت محتاج مهاجم تقيل يلعب في مكان كاي هافرتز، يبقى مميز في ضربات الراس، يبقى بيعرف بيلعب برجله كويس، هجام، هداف، كل ده انت محتاجه في مهاجم لتشيلسي، وخصوصا للدوري الانجليزي. انت عندك مانشستر سيتي عندهم هالاند، ارسنال عندهم خيسوس، عندك ليفربول حاليا هم جابوا نونيز، في مشاكل، لكن
عندهم مهاجم. كل الفرق الكبيره في الدوري الانجليزي عندهم المهاجم اللي بيخلص، انما تشيلسي مفيش. تشيلسي كل اللي بيلعبوا مهاجمين كلهم يا اما اجنحه يا اما صناع لعب. فانا شايف ده شو يعني جرام بوتر جرب رحيم ستيرلينج، حتى من قبل جرام بوتر توماس توخيل كان بيجرب رحيم ستيرلينج في الهجوم، كان بيجرب طبعا هافرتس في الهجوم، كان بيجرب بوليزيتش ساعات بيلعبوا مهاجم. كل دول ما ينفعش نقول عليهم ان هم مهاجمين نادي تشيلسي. بس دول الصفقتين اللي تموا حتى الان. الاثنين بقى اللي انا مستغرب جدا ان موسم الانتقالات الشتويه بدا وهم ما اتحركوش وما فيش اي تحرك من اداره النادي، ريال مدريد وارسنال. ارسنال محتاج دكه او محتاج صفقتين على الاقل عشان يقدر يواصل الموسم دوت ويقدر يحتفل في اخر الموسم بلقب الدوري الانجليزي. وريال مدريد محتاج صفقات عشان يدعم الدكه بتاعته اللي راحه في داهيه تماما، عشان ما يخشش على موسم صفر تاني، او على الاقل ياخد بطوله او ينافس على بطوله الدوري الاسباني مع برشلونه المكتمل تماما. انما الوضع صعب جدا في الفريقين دول من ناحيه الصفقات. الصفقات اللي ممكن تتم الفتره اللي جايه هي في صفقه ممكن تبقى ثلاثيه. ووك هورست هيروح مانشستر يونايتد، وعندك جواو فيليكس راح لتشيلسي. اتلتيكو مدريد بقى بيفكر في مانفيس ديباي مهاجم بديل لجواو فيليكس من برشلونه، وبرشلونه بيفكر في ان هو يستعيد اوباميونج تاني من تشيلسي. شايفين اللفه؟ طيب هو كان ليه من اصلا برشلونه يضحي باوباميونج؟ ما كانش عامل حسابه ان ليفاندوسكي يتوقف او مثلا يتصاب. ده طبيعي ان ده هيحصل. هم حاليا بيفكروا ان هم يرجعوا اوباميونج تاني، واتلتيكو مدريد داخل في مفاوضات جديه مع برشلونه عشان يخلص صفقه ممفيس ديباي. لغايه دلوقتي برشلونه مش موافقين حتى الان، لكن ممفيس ديباي هو المصمم ان الصفقه تغلب، وهو اللي ممكن يضغط على اداره برشلونه اليومين اللي جاي عشان يتمموا الصفقه ويروح لاتلتيكو مدريد. ودي القطعه الناقصه اللي هتكون في اتلتيكو مدريد. ممفيس ديباي هيقدر يتعامل في اتلتيكو مدريد، هنشوف الكلام دوت لو الصفقه تمت. بس دي كل الصفقات اللي تمت حتى الان، لغايه ما نشوف في حد تاني او ادارات الانديه بالنسبه لريال مدريد وارسنال هيتحركوا ولا لا، ولا مفيش اي انتقالات شتويه للفريقين دول وهيكملوا الموسم بتاعهم على كده. بس كده، ده كان كلامنا عن الصفقات اللي تمت. بس شكرا ليكم ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.